السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هارد لك لجمهور نادي الزمالك النهاردة اللي راح الاستاد على أمل اللي يفوز على إنبي ويرد الهزيمة، لكن للأسف النهاردة اللعيبة خذلت الناس دي وخذلتنا معاهم. أنا بقول اللعيبة لأن أنت ما خدتش طار الماتش اللي فات، بالعربي كده بنقول طار الماتش اللي فات اللي غلبنا واخرنا ب3 نقط. النهارده كمان خد نقطتين كمان، بقوا 5، بقوا 5 نقط عشان الكابتن معتمد جمال النهارده ألف في كل حاجه. النهارده تعادل يتحمله الكابتن معتمد جمال. النهارده بقدر اقول لك من بعيد كده، وانا قلت بلاش الفصول الرخمه زي ما احنا يعني الفصول ما زالت مستمره الرخمه في نادي الزمالك. الفصول البايخه ما زالت مستمره في نادي الزمالك، هو ده نادي الزمالك. النهارده انت ممكن تهدي الدوري للنادي الاهلي. هتقول لي معقول؟ اقول لك ما لو غلب النهارده الاهلي خلاص بقى فارق 3 نقط وهينزل الماتش بتاعك بكل المقاييس، هيعمل معاك اللي ما اتعملش بكل المقاييس، بالمنظر اللي فيه اللعيبه ده والروح اللي مش موجوده بتاعت النهارده دي، زي ما ضيعنا الشوط الاولاني كله. وياما حذرنا وقلنا واتكلمت وقعدت اقول كلام كتير على البطء والاداء السيء من الخلف، محدش سمع الكلام. بقى كله برضو يشكر ويقول لك معتمد جمال مكسر الدنيا، معتمد جمال افضل مدرب في الدنيا. يا جماعه قلنا كويس وشغال وكل حاجه مفيش مشكله، لكن برضو ما خدناش بالنا. شوط اول بحاله مضيعينه بالبطء، شوط اول عمر جابر نجم بقول لك نادي الزمالك شايل جون في اول دقيقه. ايه يا جماعه ده؟ ومش موجودين خالص اللعيبه مش حاطه في دماغها اللي انبي دوت غالبني واخد مني 3 نقط، تيجي النهارده تديله كمان نقطتين، تضيع نقطتين النهارده كمان. ايه ده؟ فين الروح؟ فين الروح اللي موجوده في نادي الزمالك اللي احنا كنا بنلعب بيها المباراه اللي فاتت؟ لعبنا بس في الشوط الثاني، لكن اقدر اقول لك مفيش نسبه توفيق النهارده، مفيش كره في العارضه بزيرو هو الجون ويضيعها. مش عايزه النهارده، هي ما كانتش عايزه بصراحه برضو، يعني برضو من عوامل عدم التوفيق اللي الكره مش عايزه تخش جون. لكن نرجع ونقول كابتن معتمد جمال ضيع الماتش كله، هو يتحمل النهارده التعادل، يتحمل النهارده الناس اللي راحت حزينه، يتحمل اللي ممكن بنسبه 80% الدوري يروح. ايوه النهارده قلب في التشكيل، بنقول ايه ده؟ ايه ده يا كابتن دوت؟ شوط بحاله وضيع منك. ده انا نازل المفروض افرم انبي ده، افرمه خلاص، احنا قلنا قربت. لكن ارجع واقول ربنا عنده كتير، ونرجع نقول برضو الزمالك ما بياخدش حاجه بالساهل، هو عودنا على كده، ما بيعرفش يمشي سهل، لا لازم بصعوبه، لازم يخبط ويرزع فينا كده في جمهوره ويتعبه ويطلع روحه عشان ياخد بطوله. هو ده الزمالك. فإن بعد العسر يسر، يمكن إن شاء الله بعد النهارده التعادل الصعب النهارده دوت، يمكن عشان يلم اللعيبه تاني مع بعضها، يشوف الروح. كابتن معتمد جمال يقعد مع نفسه بالله عليك النهارده في التشكيل اللي انت الفته النهارده في الشوط الاولاني وكانت نتيجته شوط من اسوأ الاشواط لنادي الزمالك. اللعيبه مفيش بعض اللعيبه زي ما قلنا، ادي تاني برضه ناصر منسي اتجه للاعلام، هو جونه بيطلعها لي في السما. ليه؟ ما خلاص النيات بقت مش كويسه، خلاها خلاص بقى يبص لنفسه، انا رحت المنتخب خلاص عايز ايه تاني؟ لا، ما انت ممكن تمشي ما تروحش المنتخب ما تكملش. النهارده انت والجون ده انت يا دوبك تلمس الكوره بايدك يا راجل. ليه حرق الدم؟ ليه حرق الدم؟ النهارده برضو الكابتن معتمد جمال بقول لك من اسوأ لاسوأ. النهارده دار المباراه النهارده فشل ذريع من الكابتن معتمد جمال. عبد الله سعيد ما كانش طلع ولا بزيره لاخر ثانيه، ومحمد السيد نازل ناس الكوره، مفيش لمسه صح. احمد ربيع ناس الكوره، لا لعيبه، لا في زي ما انا قلت السكواد ده ماشي كده بالبركه الله، بركه الله. فيا جماعه بالله عليكم امسكوا نفسكم شويه، ولسه زي ما بقول كده المركبه ما غرقتش، لسه عندك ان شاء الله ربنا يكرم. الماتش دلوقتي بتاع بيراميدز والاهلي يطلع بنتيجه ايجابيه لصالح الزمالك، لو التعادل هيبقى خير وبركه، ولسه برضه هتلاعب الاهلي.
فنتمنى من الله التوفيق في اللي جاي يا جماعه والتركيز، ونركز يا كابتن معتمد بالله عليك، نركز يا كابتن معتمد، كفايه الرضاع. واتمنى اللي هي فعلا تبقى بعد العسر يسر، البطوله تيجي بعد الصعاب، لان احنا متعودين على نادي الزمالك ده. وهارد لك نادي الزمالك، وان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي باذن الله. شكرا.